السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعوني وبيتابعوني. أنا اهتدم جايه لكم بحكاية من أصعب الحكايات اللي ممكن أي بنت تمر بها في حياتها. حكاية ظلم وخوف وانكسار وحكاية جهل ممكن يدمر حياة إنسانة بريئة بالكامل. قبل ما نبدأ، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا ندخل في قصتنا. أنا اسمي عليا، عندي 20 سنة، وعايشة مع بابا وماما و3 أخوات بنات. بابا كان راجل معروف جدا في منطقتنا بأخلاقه وطيبته وسمعته الحلوة، وكل الناس كانت بتحترمه وتشهد له بالخير. لكن رغم كده، كان دايما في حاجة بتوجعه من كلام الناس. إنه مخلفش غير بنات. الناس عندنا ما كانتش بتصيب حد في حاله، وكل شوية حد يعايره ويقول له: يا أبو البنات، ربنا يرزقك بولد يشيل اسمك. معقول 4 بنات بس؟ كانت بشوف الحزن في عيون بابا كل مرة يسمع فيها الكلام ده، وكانت من جوايا أتمنى أعمل أي حاجة ترفعه قدام الناس وما أخليش حد يكسر عينه بسببي أبدا. أنا من وأنا صغيرة كانت ملفتة للنظر، شكلي حلو وجسمي متناسق، ودخل العرسان يتقدم لي بدري جدا. ورغم أن سني كان صغير، إلا أن الناس كانت شايفاني عروسة جاهزة. لكن الحقيقة، أنا ما كنتش بفكر في الجواز أصلا. كان نفسي أكمل تعليمي وأنجح وأحقق حاجة تخلي بابا فخور بيا. لكن أمي كان لها رأي تاني. كانت دايما تقول لي: يا بنتي، الجواز سطر للبنت، والتعليم ممكن يجي بعدين. ولأننا متربين على الطاعة، كانت أسمع الكلام وأسكت. اتخطبت أول مرة لشاب اسمه حسين، وكان شخص بسيط على قد حاله، لكن شخصيته كانت صعبة جدا. كان بخيل وطماع، وكل كلامه عن الفلوس والجهاز. بابا حاول يساعده ويوقف معه، لكنه زودها جدا، وفي نهاية الخطوبة اتفسخت. بعدها بفترة قصيرة، أتقدم لي شاب تاني من عائلة معروفة وغنية. أهله كانوا شايفيني البنت المثالية لابنهم الوحيد. المشكلة إننا إحنا الاثنين كنا صغيرين جدا، لكن أهله كانوا مستعجلين على الجواز بشكل غريب. بابا في الأول رفض وقال: لسه عيال، الجواز مسؤولية. لكن ماما فضلت تقنعه وتقول له إن زمان البنات كانت بتتجوز أصغر من كده، وإن المهم الستر والاستقرار. ومع الضغط والكلام الكثير، وافق بابا. بدأت التجهيزات بسرعة رهيبة. شقة كاملة اتفرشت، وأجهزة جديدة، وذهب، وهدوم. كل حاجة كانت جاهزة كأنهم بيجهزوا أميرة. وأنا كنت تايهة وخايفة، لكن بحاول أقنع نفسي إن ده نصيبي وخلاص. جاء يوم الفرح، الحنة والزغاريت والضحك، وكل الناس فرحانة. لكن جوايا كان في خوف غريب مش قادر يوصفه كلام. قبل ما أدخل أوضتي، أمي قعدت معي وقالت لي كلام عن ليلة الدخلة، وعن العلامة اللي لازم تظهر علشان الناس تتأكد إن البنت شريفة. كانت مكسوفة جدا ومش فاهمة نص الكلام، لكن هززت راسي وخلاص. دخلت أوضتي وأنا مرعوبة، ودوزي كمان كان متوتر جدا لأنه صغير وقليل الخبرة. حاول يتعامل بهدوء وحاول يطمني، لكن لما حاولت العلاقة تتم، ما حصش أي نزيف. مرة واثنين وثلاثة، وما فيش أي حادث. فجأة حسيت إن ملامحه اتغيرت، بس لي بنظرة خوفتني جدا، وبعدها قام ونزل من الأوضة من غير ما يقول كلمة. بعد دقائق، سمعت صوت حماتي طالعة السلم وهي بتزعق. دخلت عليا وقالت: انت مين اللي عاملة فيكي كده؟ وقتها حسيت إن الأرض تشقت وبلعتني. فضلت أقول لها إني بريئة، وإن عمري ما حد لمسني، لكنها ما كانش عايزة تسمع. بدأت الشتيمة والإهانات، واتصلوا بأهلي في نص الليل. أمي وأبوي وصلوا وهم مصدومين، ودوزي قال لهم إنه حاول أكثر من مرة وما فيش علامة ظهرت. أمي حاولت تشرح لهم إن مش كل البنات زي بعض، وإن في أنواع مختلفة من غشاء البكارة، لكن حماتي كانت جاهلة جدا ورفضت أي تفسير.
وأصرت إننا نروح لدكتور تعرفه هي. رحنا فعلا. كانت مرعوبة ومكسورة ومش قادرة أرفع عيني في حد. الدكتور دخلني أوضة الكشف وطلب من الكل يطلع برا. أول ما بقينا لوحدنا بدأ يسألني بطريقة غريبة، وبعدين قال لي: أنا ممكن أطلعك بريئة قدامهم، لكن بشروط. في اللحظة دي حسيت إني بموت. الدكتور واللي المفروض يحميني ويقول الحقيقة كان بيستغل ضعفي وخوفي. بدأ يطلب مني حاجات قذرة ويلمح إنه ممكن يزور التقرير لو وافقت. كانت مرعوبة ومش عارفة أتصرف أزاي. كل اللي كان في دماغي وقتها إني أخرج من المصيبة دي بأي طريقة. حاولت أتهرب، لكنه أصر، ولما رفضته تماما خرج لأهلي وقال لهم: بنتكم مش بنت. الكلمة دي وقعت على قلبي زي السكينة. سماتي بدأت تشتم بأبشع الألفاظ وتتهمني في شرفي وأخلاقي، وأهلي كانوا في صدمة رهيبة. رجعنا البيت وأنا منهارة. أمي من القهر ضربتني وهي بتعيط، لكن لما حكيت لها اللي حصل جوه العيادة فهمت الحقيقة فورا. قالت لي: ليه ما صرختيش؟ ليه ما ندهيش علينا؟ لكن الحقيقة إني كانت صغيرة وخائفة ومش فاهمة أي حاجة. في اليوم اللي بعده أبويا أخذني عند دكتور تاني محترما، والدكتور كشف عليا بحضور أمي وقال إن عندي نوع من غشاء البكارة المطاطي، وإن ده شيء طبيعي جدا وممكن ما ينزلش دم أثناء أول علاقة. وأكد كمان إن الدكتور الأول مجرم ولازم يتعامل له بلاغا. وفعلا أبويا عمل محضر، والمفاجأة إن بنات وستات كتير ظهروا بعدها وقالوا إنهم أتعرضوا لمواقف مشابهة مع نفس الدكتور، لكن كانوا خايفين يتكلموا. الحمد لله الحقيقة ظهرت، والناس عرفت إني بريئة، وإن اللي حصل كان بسبب جهل وظلم وطمع. لكن رغم إن السمعة رجعت، أنا نفسي ما رجعتش زي الأول. بعد اللي حصل بقيت أخاف من فكرة الجواز كلها. الثقة اللي كانت جوايا اتكسرت. أي إنسانة ممكن تتحاكم في شرفها بسبب جهل ناس، وإذا دكتور يستغل مريضة ضعيفة بالشكل ده. لحد نهترده كل ما أتذكر اللي حصل قلبي بيوجعني، لكن في نفس الوقت بحمد ربنا إنه أظهر الحقيقة، وإن أبويا وأمي وقفوا جنبي وما سابونيش. وعلاش كده قررت أحكي قصتي، مش علشان أفضح نفسي، لكن علشان إن أوعي غيري. يا ريت كل أم توعي بنتها، وكل شاب يتعلم ويحترم اللي قدامه، وكل أهل يبتلوا يحكموا على البنات بالجهل والعادات القديمة. الشرف مش نقطة دم، والبنت المحترمة عمرها ما تتقاس بعادات غلط أو أفكار قديمة. وفي النهاية حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص ظلم بنت أو شكك في شرفها من غير علم، أو استغل ضعفها وخوفها. ودي كانت حكايتي. ولو سمعتوا القصة للنهاية يا ريت تشاركوني رأيكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.